مكرونة بالسجق بطريقة مختلفة مش هتبطلي تعمليها. عندي كده هنا الأول بجيب معلقة كده من السمنة أو الزبدة، عليهم معلقتين من الزيت، بصلاية مبشورة وحبة ملح عليهم، وبقلبهم كده لغاية ما يتبالوا كده مع بعض. بعد كده بقطع فلفل أحمر وبشوحه في قلب البصلاية، ومعاه بقى حبة سجق حوالي دول 300 جرام من السجق، وبشوحهم مع البصلة. طبعا فلفل الأخضر ده اختياري، مكعب ماجي، 7 بهارات، حبة ملح وفلفل، ومنزل معلقتين صلصة، ووراهم على طول عصير الطماطم، وبسيبهم مع بعض شوية كده لمدة 10 دقايق. بعد كده بضيف عليهم معلقتين من الصويا صوص، وبنزل بقى بأي نوع مكرونة، بس يفضل تكون المكرونة الصغيرة دي، وبنزل بقى بكوبايتين من المياه المغلية. 10 دقايق بالظبط، وشوفوا هتدوقوا أحلى مكرونة بالسجق، سهلة وسريعة وطعمها روعة. لو الوصفة عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة.